قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه ديال متمدرس باش ديما يوصلكم جديد اخبار التعليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي التلاميذ والتلميذات، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وعلى أحسن الأحوال وبصحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. فكما شفتوا من المينياتور ديال الفيديو اولا الصورة المصغرة، يعني بزاف ديال التلاميذ كيتواصلوا معنا وكيسولوا في التعاليق لي كومونتير في اليوتيوب وقتاش غتكون عندنا اول عطله مدرسيه. يعني كما كنعرفوا الدخول المدرسي ما بقى ليه والو، يعني ايام قليله على الدخول المدرسي، فقط 9 ايام، ويعني غادي ترجعوا للدراسه ديالكم. وبزاف ديال التلاميذ يعني تواصلوا معنا كيسولوا وقتاش غتكون عندكم اول عطله مدرسيه في الموسم الدراسي 2023 2024. فاللي بغي نخبر اصدقائي التلاميذ والتلميذات ان اول عطله غتكون عندكم غتفتتحوا بها الموسم الدراسي هي عطله عيد المولد النبوي الشريف، اللي غادي يكون فيها جوج ديال الايام، واللي غادي تكون نهار 12 و 13 ربيع الاول 1445. واول عطله بينيه غادي تشدوها هي اللي غتكون العطله الثانيه اللي غتكون فيها 8 ايام. اول عطله ديال 8 ايام غتشدوها في الموسم الدراسي 2023 2024، غتكون هي العطله البينيه الاولى، وغتكون هي اول عطله بينيه اولى، واللي غادي تكون من الاحد 15 اكتوبر 2023 الى الاحد 22 اكتوبر 2023. هذه العطله فيها 3 ايام. فهادو هما يعني اول عطله مدرسيه غادي تشدوها في الموسم الدراسي المقبل 2023 2024. فهادشي اللي كاين اصدقائي التلاميذ. ما تنساوش تدعموا القناه، كندير معكم مجهود كبير باش نوصل لكم الاخبار، فتفاعلوا مع هذا الفيديو هذا بلايك باش كلشي يستافد.